كن فضوليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات والأولاد، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج ديالكم عمو عندي سؤال. مازال مستمرين في الحديث ديالنا على الملك إسرافيل، وطبعا مع الضيف المبتسم ديالنا السي معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السي معاذ ناشط؟ ناشط. مرتاح؟ مستعد؟ مستعد. مزيان. كان عقل وقيل كنا خليناها في المرة اللي فاتت على الملك ميكائيل، ياك؟ لا، إسرافيل. ياك هذا هو موقر معايا، الله يعطيك الصحة. الملك إسرافيل بالضبط. أعطيني بالضبط أشنو هما الأمور الكبيرة اللي كنا هضرنا فيها. كنا هضرنا على المهمة ديالو جميل اللي هي النفخ في الصور، جميل. ودققنا في النفخة الأولى اللي هي نفخة الموت. نفخة الموت أو نفخة الصعق. نفخة الصعق، هكا كتسمى. نفخة الصعق. وموراها خليناها في مورا ديك النفخة، قلنا غيموت كل شيء إلا شي وحدين غيستناهم الله. وكان السؤال الأخير هو كيفاش غيموتوا دوك 4 الملائكة اللي غادي يبقاو. بالضبط، كيفاش غادي يموتوا دوك 4 ديال الملائكة اللي هما قلنا شكون؟ ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، والرابع ما بقيتش عارف. الرابع هو الرئيس الملائكة. جبريل. جبريل أو جبرائيل. جبريل. خصك تعرف واحد المعلومة مهمة جدا، والوليدات هما خصهم يعرفوها. كيقول ربي عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. صحيح إسرافيل هو اللي نفخ النفخة اللي غادي يموتوا كل شيء، انت هو غادي يموت، حتى هو كيموت. ربي عز وجل يأمر ملك الموت فيقبض روح ميكائيل، يقبض روح جبرائيل، ويقبض روح إسرافيل، وكيبقى ملك الموت بوحده. واش كنا يقول ربي عز وجل كيقبض لي الروح ديالو. دابا حنا معروف عندنا ان ملك الموت هو اللي كيقبض الارواح، لكن الحقيقه الامر من الذي يحيي ويميت؟ الله. هو ربي عز وجل. ملك الموت هو موكل فقط بقبض الارواح، والتفاصيل هذه غادي نشوفوا ملي غنوصلوا ان شاء الله للملك الموت. كيقبض ربي عز وجل الروح ديال ملك الموت، ولا يبقى احد غير الله فقط. فكيقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما بين النفخه الاولى والثانيه 40. الحديث كروي ابو هريره 40. الصحابه من يسمعوا 40 من عند ابو هريره قالوا له: 40 ماذا؟ قال لهم: ابيت، زعما ابيت ان اسال رسول الله. قالوا ليه: 40 عاما؟ قال لهم: ابيت. قالوا لي: 40 شهرا؟ قال لهم: ابيت. قالوا: واش 40 يوما؟ قال لهم: ابيت ان اسال رسول الله. 40 ياش؟ الله اعلم. 40 مليار عام ما عارفينش. بين النفخه الاولى والنفخه الثانيه يحيي الله عز وجل إسرافيل باش يكمل المهمه ديالو اللي هي النفخه الثانيه اللي كتسمى نفخه البعث. علاش تسمت نفخه البعث في نظرك؟ حيت يتبعثوا الناس من القبور ديالهم. بالضبط، هذه علاش تسمت نفخه البعث. كاينه نفخه الصعق اللي غادي يموتوا الناس، ونفخه البعث. وهاد نفخه البعث حيت دابا قلنا في الاول نفخه الصعق كتخص غير الكفار، وهاد نفخه البعث صافي غيحيا فيها كل شيء. تبارك الله عليك. نفخه البعث كل شيء كينوض فيها. اول واحد كيقول النبي عليه الصلاه والسلام: انا اول من ينشق عنه قبره يوم القيامه. غير واحد المعلومه مهمه نقولها لك هنا. دابا بين النفخه الاولى ديال الصعق والنفخه الثانيه ديال البعث كل شيء كيتبدل. كيقول ربي في القران: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. السماوات كلها كتطوى. كيقول ربي عز وجل: يوم لا كيطوي، كيبدل، كيجيب ربي ديك الساعه كيجيب سماوات اخرين، كيجيب ارض اخرى. كيقول ربي: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. كيقول ربي: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. بحال كطوي انت هذاك الكتاب اللي عندك، بحال هكا كتطوى. فربي كيجيب سماء اخرى، كيجيب ارض اخرى. ويحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور، فاول من ينشق عنه القبر يوم القيامه هو النبي عليه الصلاه والسلام. فهو قال لنا: ملي كنوض انا كنلقى موسى اخذ بقوائم العرش، شاد في القوائم رجلين ديال العرش. العرش ديال ربي عز وجل. فكيقول النبي عليه الصلاه والسلام: فلست ادري افاق قبلي، واش موسى فاق قبل مني، ام جوزي بصعقه الطور. هاد صعقه الطور لان موسى عليه السلام مني قال لربي: بغيت نشوفك، قال له ربي: ما تقدرش. قال: ولكن انت شوف هاد الجبل. كيقول ربي: فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا، الجبل تفرتت، وموسى خر صاعقا تصعق. فلعل الله عز وجل جازاه انه فيقو قبل ما ينفخ إسرافيل في الصور باش ما يتصعقش 2 مرات. فهمتي معنى ديال أمجوزية بصعقة الطور؟ فإسرافيل عليه السلام كينفخ في البوق.
الناس كينوضوا من القبور، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فينبت الناس كما ينبت البقل. الربيع تخيل معايا، عرفتي بعض المرات كتكون كتشوف شي فيديو كيكون كيبين الربيع كينوض بالزربه فايتي في هذا الفيديو هذا. الناس هكا كينبتوا، طبعا كينبتوا لان الانسان كله كيتفرتت الا واحد العظم سميتو عجبو الذنب، وهادشي غنفصلوا فيه من نص ان شاء الله اليوم الاخر. اسرافيل كينفخ في الصور والناس كينوضوا. دابا بغيتك تخيل معايا هذا المشهد ديال ان الناس نايضين خارجين من القبور ديالهم، راه تالفين، راه حتى شي واحد ما عارف فين غادي يمشي. هنا خصوصا ان الارض تبدلت، خصوصا وان كل شيء تبدل. فهاد اللحظه مع كتنوض من القبر ديالك كتلقى جوج الملائكه واقفين حداك دايرين بك، كل واحد جوج الملائكه. هما اللي قال ربي عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها نحو ماذا؟ نحو الصوت ديال اسرافيل. اسرافيل كينفخ، الناس تالفين، كل شيء كيتبعوا الصوت، كتبقى مستمره حتى كيتجمعوا الناس في ارض المحشر. كيقول ربي عز وجل مهطعين الى الداع، مهطعين غادي تابعين الصوت ديال اسرافيل، مهطعين الى الداع غادي تابعين هذاك الصوت. بعض الناس ما كيمشي في جهه الصوت، كيهرب، كيبغي يمشي في اتجاه اخر. شنو هما العلامات اللي كنت قلت لك قبيله انايا؟ قلت لك واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. هي هذه ديال ان الناس ديك النار كتجي كتبقى غاده جامع الناس بالضبط يمشيو في الاتجاه ديال الصوت. الصوت ديال اسرافيل باقي مطلوق، باقي من فوق في ذاك، والناس غاديين في اتجاه الصوت حتى كيتجمعوا في الارض اللي غنتحاسبوا عليها كاملين. عطانا النبي صلى الله عليه وسلم شي تفاصيل على هذيك ما بين الوقت اللي غادي تبعث الناس نوقفوا ولا حتى واحد ما عارف. الحاجه الوحيده اللي عارفين هما ان عطانا النبي صلى الله عليه وسلم الوصف ديال الناس كيفاش غاديين. كيقول ربي عز وجل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس غاديين بحال الفراش مشتت، شي غادي من هنا، شي غادي من هنا، شي غادي من هنا، كل واحد وكيفاش الارض كلها من النهار خلق ربي ادم حتى الاخر واحد غادي يموت، كلهم غاديين في الاتجاه ديال الصوت ديال اسرافيل. في ديك اللحظه اسرافيل هو الوحيد اللي مكلف بان خاص يجيب الناس لعنده. هادشي علاش هاد النفخه كيقول عليها ربي عز وجل ثم نفخ فيه اخرى، اي في الصور، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. الناس وكتجي شمس جديده، كل شيء ديك الساعه. عليها كيقول ربي واشرقت الارض بنور ربها. وكتجي تفاصيل اخرى عاد غادي نعرفوها. المهمه ديال اسرافيل هنا تسالات في النفخه الثانيه اللي هي النفخه ديال البعث. ملي غادي يتجمعوا الناس في ارض المحشر كيوليو مهام ديال الملائكه اخرين غادي يجيو، ومهام ديال الانبياء، ومهام اعظم ديال النبي عليه الصلاه والسلام. هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله ملي غادي نوصلوا باذن الله اليوم الاخير والانبياء كل نبي ان شاء الله اشنو اللي كاين. نتمنى الحلقه تكون بالنسبه لك واضحه. اسرافيل دابا واضحه عندك. شكون الملك اللي في نظرك غادي نهضروا عليه ان شاء الله في الحلقه الجايه؟ ميكائيل بالضبط. هذا الملك ميكائيل تفاصيل عليه حتى هي ما كثيراش بزاف، ولكن من المهم ندوزوا عليه نعرفوه. ممكن في الحلقه الجايه نهضروا على ميكائيل ونهضروا على ملك الموت ان شاء الله باختصار ان شاء الله. سي معاذ شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. الوليدات شكرا جزيلا لكم. نتمنى ان شاء الله ان الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انني كنتسنى التعليقات ديالكم سواء في القناه في يوتيوب سواء في القناه في الفيسبوك، والسي معاذ كيتسنى الاسئله ديالكم باش يعرضها عليا ان شاء الله. الوليدات السلام عليكم.